السلام عليكم، معاكم هالة حجازي من قناة حلو حادق. احنا النهاردة فتحنا محل الحلواني وعملنا احلى جاتوه، والله كان تحفة، احلى كتير والقطعة اكبر كتير من الجاهز بتاع بره. يلا بينا نعرف المقادير بتاعة الكيك. 5 بيضات متوسط وعليهم فانيليا وعليهم كوباية سكر وعليهم نص كوباية مية وعليهم معلقة كبيرة محسن كيك وكمان عليهم معلقتين خل. خلاص هنضربهم كده ضربة في العجان، وبعد كده هنحط المكونات الجافة عبارة عن كوبايتين دقيق ومعلقتين كبار وعليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر وعليهم معلقتين كبار هرمية نشا. وانا عشان هعمل معاكم ده اللي بالشوكولاتة فهحط كمان معلقتين كاكاو خام. وهننخل المكونات الجافة. خلاص هنحط ده كله بقى كده على بعضه في العجان وهنضربه كويس جدا لغاية اما يبقى بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده بالظبط. خلاص معايا هنا بقى صينية 30 في 40، ودي الصينية اللي بنعمل فيها الكيك بتاع الجاتو. خلاص حطيت ورقة زبدة من تحت ودهنت الجوانب بزيت خفيف. خلاص وثبت برضو ورقة الزبدة بزيت خفيف من تحت وحطينا فيها الكيك. خلاص هكون طبعا الفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180، هحطه في الفرن. خلاص هتاخد قد ايه في الفرن؟ هتاخد تقريبا ربع ساعة. خلاص والكيك بتاع الجاتو او بتاع التورتات يا جماعة مش بيهش في الفرن، هو بيهش في العجان من الضرب بتاع العجان. خلاص يعني عشان نكون كده واضحين مع بعض، يعني الكيك او عجينة الكيك لازم تبقى مالية الصينية. لازم الكيك ده يا جماعة يتغطى بفوطة نظيفة علشان ما ينشفش. معايا هنا بقى ربع كيلو كريم شانتيه، هحط عليهم معلقتين كبار باستر كريم بيديله طعم حلو قوي، وهضربه بالمية الساقعة. طبعا لو الكريم شانتيه خام هنحط له سكر، ويستحسن يبقى سكر بودرة او سكر عادي بس يكون ناعم قوي. خلاص هنضربه كويس جدا لغاية اما برضو يبقى بالقوام دون ويملى كده عندك العجان. خلاص انا كنت عاملة قبل كده اللي هي بالفانيليا ديت، يعني انا عملت 2 نوعين من الكيك، نوع بالشوكليت اللي انا عملت مقاديره معاكم دلوقتي، وبنفس المقادير عملت اللي بالفانيليا. هنشتغل دلوقتي بالفانيليا. بصوا لازم اشيل الوش بتاع الكيك دوت، الوش ده بيبقى عبارة عن عجين بيبقى وحش قوي لو حطيتي عليه كريمة او حطيتي عليه سيرب، مش بيبقى حلو ابدا. خلاص هاخد بقى علشان اعمل الجاتو، انا هاخد كده هو الكيك بتاعي وهقسمه بالنص، عشان انا الكيك اللي بالفانيليا هعمله بالفراولة وهعمله من رقتين 2 بس. خلاص معايا بقى هنا سيرب عبارة عن كوباية سكر عليهم كوباية مية، رفعتهم على النار، اول ما السكر داب على طول رحت حطاله نص ليمونة، ولما بارد خالص سقيت بالكيك. بس خلي بالكوا لما تسقوا الكيك بتاع الجاتو ما تسقوهوش قوي ازيد من اللازم، علشان ما يبقاش تبقى قطعة كده الجاتو متماسكة ما تبقاش بايشة منك. خلاص احنا بنسقيه بس مش زي ما بنسقي التورته. خلاص هنحط بقى كده طبقة الكريمة، هنوزعها كويس قوي على الكيك، ومعايا هنا فراولة مقطعاها فريش وهحطها كده هوت على الطبقة بتاعة الكريمة اللي انا فردتها على الكيك. هحط كمان طبقة بسيطة كده هون على الفراولة، وطبعا الخطوة ديت علشان الفراولة تبقى متماسكة جوه الكيك ما تخرجش منه. خلاص وساوي بقى كده الجوانب علشان يبقى كله كده متماسك مع بعضه.
هحط بقى الطبقة التانية وهسقيها برضو بنفس الطريقة، وهوزع عليها الكريمة. خلاص، هوزع بقى طبقة كده محترمة من الكريمة من فوق عشان يديها طعم حلو. خلاص، انا كده طبعا حطيتها بعد كده في الفريزر. خلاص، يعني بعد الخطوات دي كلها انا لسه دلوقتي هبتدي كده ازين حاجة بسيطة كده من فوق، بعد كده هحطها في الفريزر علشان اعمل التضليعة كده اللي بتدي منظر حلو قوي للجاتو. خلاص، معايا هنا هو معايا جيلي فراولة. خلاص، طبعا لما برد خالص وهو سايل كده انا هحط كده كام نقطة منه فوق نص الجاتو. يعني انا قسمتها كده بالنص، هحط نص عليها جيلي فراولة، والنص التاني هحط عليها جيلي اناناس. خلاص، وهضلعها كده بالمشط اللي هو بتاع الكيك، او مشط عادي بس ما يكونش ليكي سبق استعملتيه، يعني يكون جديد. خلاص، انا كده بقى عملت صينيتين كيك من الشوكولاتة، كيك بالشوكولاتة يعني اللي هو بالكاكاو. وهبتدي كده هقسمه عبارة، انا كنت عايزة اعمل القطعة ديت اللي هي بالشوكولاتة 3 رقات، وطبعا دي طلعت عالية جدا، يعني هو احسن ان هو تبقى رقتين 2 بس، لان هي طلعت عالية قوي. خلاص، وطبعا الكريمة اللي عندي اللي هي بقيت بقى حطيت عليها كاكاو خام، ولو عندك جناش شوكولاتة حطي، بيبقى بيديله طعم حلو قوي. خلاص، وضربتها كويس في العجان، وهبتدي برضو اسقي الكيك بالشوكولاتة، وهحط طبقة من الكريمة واحط عليها الرقة التانية، وفي كل مرة برضو هسقي الكيك بتاعي بالسيرب اللي قلت لحضراتكم عليه. طبعا الكيك بعد ما بتخلصيه وبتخلصي الكريمة جواه وطبقات الكريمة وبتخلصيه، يعني بتفضيله مكان في الفريزر، ولازم تحطيه في الفريزر او تبيتيه ليلة كاملة في التلاجة من تحت وتعلي التلاجة، ده عشان يتقطع معاكي بسهولة. خلاص، بصوا بقى قطعة الجاتو طلعت عالية جدا، طبعا غير خالص خالص اللي بنجيبه من بره. بصراحة اللي بنجيبه من بره بتبقى رقتين 2 وصغيرين قوي، والقطعة بقت غالية جدا. يعني لو حسبنا كده الكم اللي انا عملته يوصل له تقريبا كده 2000 جنيه لو جبته من بره، لان قطعة الجاتو عدت 35 و40 جنيه. خلاص، هحط بقى طبقة الكريمة كمان من فوق ووزعها كويس جدا، وتبقى طبقة كريمة كده محترمة، يعني ما تبقاش ضعيفة. خلاص، وهنا برضو هقسم البلوك ده بتاعي، هقسمه جزئين وهحط عليه جناش الشوكولاتة انا كنت عاملاه معاكم في القناة قبل كده. نص البلوك هحط عليه جناش الشوكولاتة وهغطيه كله بجناش الشوكولاتة، والنص التاني هحط كده، هوزع كده جناش الشوكولاتة واعمله بالمشط بيديله منظر حلو قوي، بيديله اللون الماربل بتاع الشوكولاتة، بيبقى حلو قوي. خلاص، والجزء التاني وزعت عليه كده الجناش، وطبعا بعد كده على الفريزر. خلاص، او التلاجة زي ما قلت لحضراتكم يبات ليلة كاملة في التلاجة. التقطيع بتاع الجاتوه هو اصعب خطوة، لازم يكون معايا مية سخنة بتغلي، وحطيتها في دورق طويل كده عشان احط فيه السكينة بتاع السكينة المشرشرة بتاعة الكيك والتقطيع الكيك والجاتوه والتورتات. خلاص، في كل خطوة بحط عندي السكينة في الدورق في المية السخنة، المية سخنة بتغلي،
وبعدين بطلعها اقطع بيها. طبعا لازم اخد كل الجوانب، ال4 جوانب بتوع البلوك دون لازم اقطعهم علشان دي الحواف الناشفة. خلاص. وبعد كده هبتدي اقسم قطعة الجاتو. قطعة الجاتو تقريبا بتطلع من 4.5 عرضها ل11 سنتي، او من 5 يعني 5 سنتي ل11 سنتي، يعني 5 سنتي عرض 11 سنتي طول. خلاص. هبتدي كده اقطع القطع زي ما قلت لكم. كل مرة هحط السكينة في قلب المية اللي بتغلي، مية سخنة، وهنطرها كده كويس عشان ما يبقاش فيها مية، وبعد كده اقطع بيها الكيك. طبعا انا القطعة الاخرانية ما ظبطتش معايا، بس عملتها اللي هي مثلث، برضو كان شكلها حلو قوي. اهو بصوا قطعة الجاتو عالية ازاي. ومعايا طبعا الورق دوت انا جبته من محلات الحلواني، المحلات اللي بتبيع ادوات الحلواني والجاتوهات والعلب. جبت منهم الورق بتاع الجاتو اللي بيتحط فيه قطعة الجاتو، وده عشان تعرفي تشيليها وتنقليها من مكان لمكان. خلاص. ابتديت بقى كده هو اقسم نفس المقاسات. خلاص. وهنشيلها كده بالراحة وهنحطها في الورقة بتاعة الجاتو. بصوا شكله بقى وطعمه، ما اقولكوش على طعمه، كان تحفة والله، كان تحفة، حاجة كده رائعة. القطعة ما شاء الله كانت كبيرة جدا. انت لو عايزة تقللي، لو هتعملي مشروع او حاجة زي كده وعايزة تقللي في حجم القطع، ممكن قوي وهتكسبي منه كويس جدا. وبألف هنا وشفا. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. برضو بقسم من الجنبين علشان تطلع القطعة مستوية. اهو بصوا. طبعا بقطع بحرص علشان ما تتفرفطش مني. وزي ما قلت لكم كده، هو كل ما دخلت الفريزر او قعدت في التلاجة من تحت فترة طويلة هتعرفي تقطعيها بكل سهولة. طبعا احنا لسه هنزين تاني القطع ديت تزيين بسيط جدا جدا، هيكون سهل جدا على كل واحدة هتحاول تعمل الجاتو، هيكون سهل عليها جدا. طبعا كل واحدة حسب الابتكارات اللي بتبتكرها، او حسب ما بتشوف. لو عايزة تعمل حاجة زي الجاهز بره، ممكن برضو يعني ايه تشوف اللي موجود في المحلات شكله ايه وتعمل زيه، ودي حاجة مش صعبة ابدا. بصوا بقى ده شكله، بصوا منظره كان تحفة. طبقة الجناش اللي عليه دي ادت له طعم حلو قوي. هناخد بقى اللي احنا عملناها بالفراولة برضو وهنقطع كل الجوانب. طبعا الجوانب دي ما بتترميش، دي اول حاجة الولاد ما شاء الله بيخلصوها، وممكن قوي تعملي منها قبات بتبقى حلوة قوي. برضو هنقطع كده هو كل جزء هنقطعه جزئين، وهنبتدي نعمل القطعة دي قطعة مربعة. وان شاء الله في فيديو تاني هنعمل مع بعض السويس رول عشان ما نطولش الفيديو عليكم. ما شاء الله كان جميل 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 وتحفة والله. وبألف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيجرب وصفتي وطريقتي في الكيك او الجاتو. حلو قوي قوي قوي. كمان الكيك بتاع الجاتو طلع طري وجميل جميل وفاتح وحاجة كده والله احلى من بره 1000 مرة. طبعا بالقمع كده هنعمل زي وردة بسيطة وهنزينه كده هون بالفراولة. الفراولة اللي هي صحيحة هنحطها كده هون في جيلي الفراولة علشان تحافظ على رونقها حتى لو قعدت في التلاجة فترة مش مشكلة ابدا. وزيناها كده بقطع الفراولة، وزينا جاتوه الشوكولاتة بكرات الشوكولاتة زي ما حضراتكم كده شايفين مع الوردات البيضاء، ادها شكل حلو قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. سلام عليكم.